يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم بنات معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم فيديو تاعي في احسن الاحوال يا رب، ما ناقصكم حتى خير. بنات حبيباتي، اليوم فيديو مختلف. نتمنى قبل حبيت نقول لك اذا اول مره تشوفيني اشتركي في القناه ومرحبا بك انضمي معنا. وانتم بنات حبيباتي ديروا لي لايك باش تطلع قناتي. قلت لكم فيديو اليوم مختلف، ما هو روتين، ما هو فلوج، ما هو كما الفيديوهات المتعودين ليا فيهم. فيديو اليوم راح يكون إجابة على بعض التعليقات، هم 2 تعليقات، وإن شاء الله كل مرة نبقى ندخل يا إما إجابة على تعليق في فيديو من الفيديوهات، يا إما نديركم فيديو كما هاك تكون فقط إجابة عن تعليقات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. نخليكم دركا مع الاسئله والاجابه، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. خلوا لي رايكم في التعليقات. نحبكم. قلت لكم بنات راح ندير لكم فقره كل فيديو ان شاء الله راح نقرا تعليق ونجاوب عليه في الفيديو. التعليق اللي نحسو يعني لازم نجاوب عليه في فيديو. المهم كانت اخت رسلت لي ميساج هذا تحكي لي فيه عندها مشكل مع راجلها كما كنت تقرا، وقالت لي صباح الخير. المشكل اللي دارني الاول وفاه امي، الله يرحمها يا حبيبتي ويصبرك. وجود الام طبعا ضروري، مهما نكبروا نحتاجوا من الام في حياتنا. تحتاجيها يا ربي. الو ماما واش نلبس عندي خارجه، الو ماما عندي عرضه واش نطيب، الو ماما. وتحسي يعني موك مهما يكون هي اللي توري لك صلاحك اكثر من كاع الناس. يعني قلت لكم ولو في اتفه الامور. الله يصبرك حبيبتي، في هذه حاجه ما نقدروش نديروا والو، حاجه ربي لا اعتراض، وكامل نموتوا. ما عليك غير تصبري روحك وتحاولي ديري وليداتك بناتك هما صحاباتك. ان شاء الله ربي يعوضك بيهم، يرزقك ببنيات ويعوضك بيهم عن الام، حتى وهي ما كان حتى حاجه تعوضها. والثاني قالت لي نحوس نقراه لكم بسرعه. راجلي عاملني بقسوه ومسبب لي الضغط، جاي في دمه مثل العجينه، وكل حاجه تخصني يروح يحكيها لها. زاد على ذلك ماهوش حاب يخدم وما عندوش سكنه. تخيلي 10 سنين زواج وانا متحمله الضرب بالمعيار. واهلي كي نقول لهم راني تعبت نحوس نطلق يقول لك تحملي على جال الاولاد. المن عندي 4 اولاد. اسمحوا لي اذا كانت الفوضى مساميه، 4 اولاد عائله ربي يحفظهم لك. يعني اكيد تكوني فوقتي له في الاول، هذا القلطه اللي نديروها تفوقي له في الاول بليشين وما كاش ما تقديش تعاشري معاه، تزيدي البيبي زاوج البيبي ثالث. وهي وشنو هي فكره انه المجتمع يقول لك والديك والناس القراب ليك وحتى عقلك ونفسك الداخل. بالك مع الوقت يكبر، بالك مع الوقت يتحسن، بالك مع الوقت يتغير. وهو للاسف تزيدي البيبي زاوج ثالث رابع وما يتغير حتى حاجه فيه. ارواحي انا ما نقعدش نواسيك دركا ونقول لك لا لا وديري له هاك وديري له، وكلام امو يسمع بن امو هذا يبقى طول حياته بن امو، بعدك ما تغيري. لا، اللي عليك في حكايه امو في النقطه تاع امو وكل حاجه تخصك تحكي لك، راجلك عامليه كالبراني. يعني حوايج اللي تخصك وحوايج اللي مش تحوس تسمعها عزوجك ما تحكيهالوش. شتي هذيك الام اللي تعمل ولادها يروحوا يدوا الهضره قدامهم تقمزنا وتقولنا اسكتوا ما تهضروش قدام ولادي راهم يهزوها حاميه راجلي. ديري مع راجلك هاك. اي حاجه حابه ماكش حابه عزوجك تسمعها ما تحكيهالوش، عامليه قيس قيس. يعني واجباتك الزوجيه معاه حوايج وذيك ذيك هذه باش تفاداي انه امو تدخل لك في حياتك قدر المستطاع. حتى ما تقدريش ولكن اللي عليك. ثاني حاجه حنمد لك حل ان الراجل يضرب، الراجل يعاير، لازم تقوي شخصيتك معاه. كل ما يجي يرفع صوته ما ترفعش صوتك، يجي يهضر في موضوع حبسي الموضوع وتجاهلي وانسحبي ما تهضريش معاه باش هكذا يخف. قد ما طيقي بصح الحل الجذري، بما انه اهلك رافضين طلاق وانتي حابه تطلقي ولا حابه تقواي على الاقل، وين انه يكون عنده حد معاك وما يقدرش يحقرك، هي انك تخدمي على روحك. يعني الحل الوحيد انك تشوفي تكوني قويه في العلاقه. كيفاش تكوني قويه؟ من شعب انا نعطيك الحل، هذه تقدري ديريه ما تقدريش ديريه هذيك حاجتك، ولكن الحل هي انك تكوني قويه. الحل انك تخدمي، الحل انك تلقاي مدخول مادي وتستقلي على راجلك. باه كش ما كان ما تحتاجي لا اهلك لا راجلك. يجي نهار تحبي تدي قرار حاسم عن الانفصال تولي قدها وطايقه. انا مانيش نشجع فيكم على الطلاق، ما تقولوليش تشجعي فيها على الطلاق، بصح خلاص ما كانش حل نجي نكذب عليك انه راجل يضرب وراجل
اي عاير ما راحش يستقم. راح تقدري تتفاداي بعض الوقت، راح تقدري بالتمرد انك تتمردي عليه. ممكن بصح ما راحش يتغير، يتسقم لك ممكن شهر، يسعفك شهر ومن بعد يرجع يدور عليك ويرجع لعقليته. اما الحل الجذري هي انك مثلا تنفصلي عليه، ولا يكون عارف باللي انتي قادره تنفصلي عليه. هذا الشيء هي كلمه عارف، حتى وما تنفصليش، عارف انك تقدري تنفصلي عليه. هذا الشيء راح يخلي له يدير لك حساب. وكي يدير لك حساب كتكوني مستقله ماديا، يعني عندك خدمه، عندك مصروف، عندك شهريه. حاولي تشوفي انتي واش تقدري ديري. اول حتى اذا ما طلقتيش، حتى اذا قلت لك راح يخاف منك، وثانيا راح تحسي باستقلال مادي وراح ترتاحي نفسيا. تولي اللي عينك فيها تشريها، اللي عينك فيها ديريها، تخف مشاكلك معاه. هذا هو الحل. بنات نتوما قولوا لها رايكم والحلول اللي تعطوهم لها، لانه الراجل اللي يضرب، الراجل اللي يهين، لازمك تكوني اقوى منه، واقوى منه هذه بنجاحك. هذا رايي. روحوا للسؤال الاخر. حاولت نجاوبك باختصار قد ما نطيق. الفيديو على بالي راح يجي طويل، ولكن ديري بوز تقدري تعاودي ترجعي تفرجيه. السؤال الثاني ولا الميساج الثاني اللي حبيت نجاوبه هو هذا: سلام الاخت، نتمنى لك التوفيق، عندك قوه شخصيه ما شاء الله وعناد مع الظروف. ثانك يو. ما شتي والو من ظروفي، اسمحوا لي على الفوضى، ظروف مسودة عقبت عليها والحمد لله كنت قدها وتخطيت. اكيد يوتيوب وهنا ويبان وجهك مش سهله، نعرفوا لونتوراج تاعنا قد ما يكون منفتح افواه تخدم، وهذا مش انتقاد، بالعكس معاكم ومنبهره بيك. قولي لي كيفاش تقبلتي وتحديتي ودرتي واش تحبي، كيفاش قويتي جانب هذا فيك. انا قد ما كنت قويه شخصيتي صارت لي مواقف هزمتني، مع انها مواقف تافهه. وصلت لواحد المرحله قد ما درت انجازات لانه ما تزوجتش، ومع شماتة العباد كانوا ما درت والو. الحمد لله مؤمنه بمكتوب، لكن كيفاش نتحدى ونعيش روحي ونزيد نأكد العقب عليك مش سهل. هو زعما هل الحب اللي دعمك وخلاك قويه، ولا انت قويه لدرجه ما على بالكش كيما نقولوا بالعاميه برد القلب. شوفي، قويت الجانب اللي فيا لانه انا نحب نفسي، لانه انا مؤمنه بقدراتي، لانه انا ما نقولكش ممكن واحده اخرى تشوف تقولي واش من قدرات، واش من قدرات، انه حابه مثلا نقوي هذا الشيء. انا كي نحط فيديو ولا انا كي نهضر معاكم ما نقولكمش الاحساس اللي نحسه، ما لا يوصف، يتحس. فهمتي؟ ما سقسيت على حتى واحد. بالك صح جانب انه راجل يوقف معايا وقال لي ما على بالك بحتى واحد، اني هنا ديري اللي تحبي عليها ليسونسيال. انا عارفه حدودي واللي يسامح لي هو به، وهو ثاني يعني واثق فيا باللي انا بدون مراقبه، بدون انا نعرف واش ندير. فهمتي؟ من خلال العشره اللي بيناتنا يعرفني زين لدرجه انه يقدر يوثق فيا ويقدر يعني فهمتيني. دوك نقول لك انه انا عندي حاجه في شخصيتي، كي نحب حاجه سموني نديرها، هذه حاجه. ثاني حاجه كي نحب حاجه تلمو نكون متاكده منها ومصممه عليها، ما نسمح حتى واحد وما نطلب راي حتى واحد. وكما قلتي الناس تهدر والفم تهدر، انا جامي لحد الان، عندي سنين فاتحه اليوتيوب، جامي لحد الان واحد واجهني بكلمه ما يتجرؤوش، ممكن هضره من ظهري من وراء ظهري، ولكن فصفص الامر عادي، ما كاش اللي جا واجهني بكلمه. يمكن هذوك نسميهم صراصير. شتي القريلو كي تفتحي الضوء يهرب ويدرق منك، ولا كتجي عاقبه يهرب يدرق منك، هكذاك. اما كي تطفي الضوء وتكوني ماكش موجوده يخرج للساحه. مالا كي نكون موجوده بالفردع ونقتل ذيك الصراصير. يعني اصلا سمحوا لي جاني اتصال، قلت لكم انا ما كانش اللي يقدر يواجهني، واللي يواجهك ردي له بلي واش دخلك، سقسيتك طلب رايك. وانا كي نكون مصره على حاجه قلت لكم ما نحبش نسمع وما نسمعش وما يهمونيش يباتوا يهضروا للصباح. انا متاكده هذا وقتي، هذا سني، هذه حياتي، وانا حره فيها ندير واش نحب. ليسونسيال انا نكون فرحانه، ما يهمنيش هما يكونوا فرحانين ولا زعفانين ولا مقلقهم وجودي، لاش تو يتفلقوا من وجودي، ما يهمنيش. ليسونسيال انا
فرحانه. هذا هي اللي ننصحك ديريها. وحكايه ما تزوجتش وتحبطي، مين قالك الزواج انجاز؟ اللي متزوجين راهم مدمرين. شوفي الميساج اللي قبل، مين قالك الزواج انجاز؟ الانجاز هو اللي درتيه، هو طموحك، هو قرايتك، هو خدمتك. الزواج راه ماهوش انجاز، والذراري ماهوش انجاز. كاع الناس راهم مخلفه كاش مصريين، سوري يعني الاتصالات. مهم قلت لك اللي تقول لك ما تزوجتيش ولا قولها لا انت تزوجتي واش درتي؟ اللي زوجوا شفناهم واش داروا، ظلوا قضبانين وحتى حيه وخاصهم ذيك وخاصها اللبسه وخاصها الذهب وخاصها المكياج وخاصها كل ما حنا حمام وما عندهاش تروح ليه. تجي تلعب عليك على زواج انه انجازه. دونك فانا نقول لك حبيبتي ارجعي للشغف تاعك، ارجعي مارسي اي حاجه تحبيها، حاجه تحبيها ومازال ما درتيهاش وروحي ديريها، وما تسقسي لا على ناس لا على راي ناس لا على حاجه. مادام انت بينك وبين ربي مرتاح ضميرك، عارفه روحك ماكش تخدعي، ماكش تسرقي، ماكش تضري في العباد، الله يسهل عليهم. حاجه تفرحني نديرها وما على باليش بالناس تبات تهدر. ينحوا لي سيئات اختي، خليهم يخافوا لي ذنوب. فهمتي؟ ليسونسيال انت بينك بين ربي صافيه، ضميرك مرتاح. اما الناس هضره علاه اللي ما داروش ما هضروش فيهم، اللي ما نجحوش ما هضروش فيهم، اللي تزوجت ما هضروش فيها. لا انت ما هضروش فيك وقالوا ما زوجتش، واللي زوجت سلكتها. اللي زوجت ثانيه يهضروا فيها ويهضروا في راجلها ويهضروا في دارها ويهضروا في حداقتها ويهضروا في جياحها ويهضروا في كلش، في فريستها وفي لبستها وفي طريقه هضرتها. يعني ما كيش سالكه من افواه الناس. فخلي اللي حاب يهدر الهدره باطل، يهضروا العام الجاي، ولكن قدامي ما تحليش فمك. في وجهي تسكتي كالكلبه، في وجهي تحترميني غصب عنك، في وجهي ديري لي ألف حساب غصب عنك، لانه انا شخصيتي قويه، لانه انا خير منك، لانه انا درت اللي ما درتيهش، لانه انا فرحانه احسن منك، لانه انا ما نهدرش في الناس وما نجبدش اعراض الناس وما ندخلش في حياه الناس. وانتي تدخلي في حياتي وتهضري عليا وعايشه بيا وتشدي التليفون تهضري عليا وتشوفي فيا درت ولا ما درتش، نجست ولا ما نجست، لبست ولا ما لبستش. ما لا اهضري للصباح ليسونسيال قدامي كالكلبه، صح ولا لا؟ مالا حبيباتي ديروا كاع واش تحبوا وما تسقسوا على حتى واحد. ليسونسيال يكون راجلك ولا شخص قريب ليك، اهلك عاطينك الاوكي. مالا الناس الاخرى انا ما نكذبش عليكم، بالك راجلي لو كان ما عطاليش الاوكي ما نقدرش ندير حاجه باينه ما نديرش. ولكن راجلي عطالي الاوكي، هو عطالي الاوكي خلاص. العكس في الاول انا كنت نتاثر باش ما نكذبوش، كنت مش نتاثر وما نبينلوش، نخاف برك في داخلي، نقول يا ربي مش انا اللي نتاثر، نستنى فيه هو مثلا كاش ما يسمع ولا كاش ما يقولوا له. ولكن ابدا حتى هو في وجهه ما كاش اللي يهضر معاه، كي الكلاب ينبحوقه من وراك، فاصا فاس ما كاش اللي يهضر معاك. ما لقيته هو يقول لي ما على بالكش، خلاص ديت ديك القوه انطلقت، ما زدتش كاع تلفت ورايا، ما زدت ترددت، ما زدت خممت، ما زدت خلاص عرفت راجلي كيفاش يخمم، انا كيفاش نخمم، زدت دعمته في حوايج هو دعمني في حوايج. وهذه هي الحياه تستمر. ساعات تكون طلعات وهبطات، ودائما كاين مشاكل، ودائما كاين ضغوطات، حاجه تجيك من عند ربي، حاجه تجيك من عند العباد، حاجه تجيك من ياسر حوايج، بصح الله قالب. هذه هي الحياه، لازم تنوضي دائما. انا نطيح ما نستناش، ما نقعدش طايحه ياسر، ما نشتيش نبكي على الاطلال، وما نشتيش حاجه صرات معايا العام اللي فات ولا العام الاول ولا الشهر اللي فات، ولا مثلا واحد تجي تقول لك واحده هضرت فيك ولا دائما تعسي، دائما ترجعي فيها وتكرر وتبقى دائما قايضاتك. لا انا تقيضني ديك الساعه وبعد خلاص كانت هنا وراحت، ما نزيدش نخمم في حاجه فاتت ما مضرتني، ما حاجه من عند ربي مثلا كيما موت ولادي، خلاص نحزن ذيك. ولكن الحياه تستمر وكلش هنا داخل. الناس ما راح تشوف والو، قال لك يشوفوني جيعان وما يشوفونيش عريان، فهمتي؟ يعني هكذا الناس، انا نخرج قدام الناس جيعانه وما نخرج قدام الناس عريانه. جيعانه واحد ما هو حاس بيا واش راني حاسه، شبعانه ولا جيعانه، ولا ما هو واحد ما هو حاس بك، بصح عريانه ولا تبكي ولا منهاره يشوفوك الناس. ان شاء الله كاع ديروا واش تحبون، ان شاء الله كاع تكونوا قويات وما تتاثروش بكلام الناس. كما قلت لكم ما هو حتى حاجه، العكس انا هذاك ليسونس نمشي بيه، نزيد نقوي روحي. سمحوا لي بناتي هاك متقاتلين دائما.
قطو فار هاي ضربة خوته. دوكا نروح نشوف واش كاين بيناتهم وفك بيناتهم، وتهلاو لي في رواحكم. استناوني في الفيديو الجاي، نستنى تعليقاتكم في هذا على هذه التعليقات، على تعليقات اخرى. نحبكم بزاف، باي باي.